السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير. خلاص الاجازة يا جماعة خلاص خلصت. طبعا انا بصور لكم الفيديو كان نازل معايا من بدري. كنت المفروض ان انا انزله من بدري بصراحة. بس طبعا تغيرات الجو، وكنت طبعا سافرت الشرقية. خلاص يا جماعة زي ما انتم عارفين ان انا دلوقتي حاليا في الشرقية عشان شغل جوزي والاجازة بقى خلاص. فانا طبعا سبت اسماعيلية ورحت قعدت هنا في الشرقية، الحمد لله رب العالمين، طبعا مع جوزي وولادي، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم. طبعا يا جماعة الفيديو كان متصور قبل ما الجو يقلب والعاصفة والهوا والنطرة، وبصراحة احنا في شهر 6 مش عارفين الجو هيعمل معانا ايه بصراحة. فالحمد لله رب العالمين خدنا كده يوم في البحر قبل العاصفة. كان يوم جميل جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين كده، الشمس طالعة والمية صافية والولاد عمالين يلعبوا في المية. قلت بقى افسحهم كده قبل بقى ما نروح بقى المزرعة بتاعت جوزي اللي شغال فيها، ربنا يا رب يبارك فيه. طبعا احنا بناخد الاجازة، بسافر معاه الشرقية على طول. فطبعا يا جماعة الفيديو كان متصور قبل ما اسافر الشرقية وقبل العاصفة ما تحصل. بصوا يا جماعة ميدو طبعا اهو عايز ينط في المية، ربنا يا رب يحفظه ويبارك فيه اهو. كنا طبعا عايزين ننزل انا وسرايفي المية، بصراحة البحر كان جميل جدا جدا والمية صافية، بس كانت مشكلة المية ان هي ساقعة. كانت المية ساقعة جدا 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 بصراحة، انا مش عارفة الولاد مستحملينها ازاي. بس كانوا بينزلوا المية وبيطلعوا يرتعشوا. بس بصراحة كان يوم جميل والله العظيم قضيناه. وقضيناه يا جماعة طبعا ببلاش، لان انتم عارفين ان انا جنب البحر على طول، يعني ما بيننا وما بين البحر بالظبط 10 دقايق. طبعا في ناس كتير جدا 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 لو راحوا يوم البحر طبعا بيكلفوا عليهم مواصلات واكل وشرب، ولو هيقعدوا يومين على البحر ولا حاجة طبعا بيأجروا شقة او شاليهات. فطبعا احنا مفيش اي حاجة من الكلام ده خالص، احنا بنعمل طبعا اكلنا في البيت وبناخد اكلنا ونطلع كده على البحر. بنقعد بقى طولة النهار، يعني ممكن نطلع من البيت الساعة 10 الساعة 11 الصبح، ما نروحش البيت غير بعد المغرب. زي ما انتم شايفين كده طبعا كانت فسحة جميلة جدا جدا. قلت بقى اشهيصهم وافرحهم قبل طبعا ما نيجي الشرقية. وان شاء الله هنزل لكم يا جماعة فيديو عن المنطقة اللي انا قاعدة فيها، عشان طبعا انتوا تقارنوا بنفسكم العيشة في اسماعيلية والبحر، او العيشة في الشرقية، طبعا الخضرة ومزرعة المانجا. بس طبعا اختكم ام ميدو وشوشو طبعا والله العظيم الحمد لله رب العالمين انا راضية بعيشتي الحمد لله رب العالمين. يعني يعتبر انا سايبة بيتي وشقتي واهلي وناسي، وقاعدة يعتبر هي في الشرقية في حتة طبعا مقطوعة خالص، هصورها لكم ان شاء الله. ومفيش حد معايا خالص ولا اخواتي ولا اي حد خالص والله، بس الحمد لله رب العالمين. طبعا اكل عيشنا، وطبعا اكل العيش مر، وفي الايام الصعبة اللي احنا فيها دي بقى مر علقم والله العظيم الحمد لله رب العالمين. طبعا واتمنى يا جماعة بقى تشجعوني كده، وعشان قناتي والله ما هتكبر غير بيكم انتوا طبعا عيلتي، ربنا يا رب يحفظكم ويبارك فيكم. عمري ما قناتي هتكبر غير لما تدعموني. بصوا يا جماعة المية صافية جميلة جدا، الأرض بتاعت البحر نفسها باينة، ما شاء الله تبارك الرحمن عليها. طبعا لما بنبقى قاعدين هناك في اسماعيلية على طول بنروح البحر يوم بعد يوم، أو ممكن كل يوم كمان نطلع على البحر.
فعشان كده اليوم ده يا جماعة طلعنا الساعة 10 الصبح او 11، ما روحناش والله العظيم غير بعد العشاء. وكان يوم جميل للولاد وعمالين يلعبوا كده ويشهيصوا ومستمتعين بصراحة بالجو الجميل دون. المية كانت جميلة، بس بالنسبة لهم هم بصراحة، بالنسبة لنا احنا كانت ساقعة تلج. واتمنى بقى فيديوهاتي تكون بتعجبكم وتنول اعجابكم، ومستنياكم بقى في التعليقات بتاعتكم الجميلة اللي بتحفزني والله العظيم تلاتة. يعني تعليقاتكم هي اللي بتحفزني بصراحة، وهي اللي مخلياني مستمرة في القناة. ربنا يا رب يبارك فيكم ويحفظكم. واكتبوا لي بقى يا جماعة في الكومنتات ايه رأيكم بقى في بحر الإسماعيلية وفي المية الصافية ديا. يعني مية الإسماعيلية يا جماعة والله العظيم بصوا جميلة جدا جدا، ولا تقولوا شرم بقى ولا تقولوا اسكندرية ولا أي حاجة خالص. ميتنا مية جميلة جدا 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 وصافية. بصوا يا جماعة طبعا السما صافية والمية ما شاء الله تبارك الرحمن عليها اهي. وعلى فكرة يا جماعة السفن واقفة بس بعيدة عننا بشوية، هي مش جايبة خالص، الكاميرا مش جايباها بصراحة، بس واحنا واقفين كده احنا كنا شايفينها. ويلا بقى اللي ما راحش البحر يروح، واللي ما تفسحش يتفسح. وربنا يا رب يجعل ايامنا كلها هنا وسعد واجازة سعيدة علينا وعلى الامة الاسلامية جميعا. واتمنى بقى تكتبوا لي في الكومنتات ايه رأيكم بقى في فيديو والمناظر الطبيعية بتاعت اختكم. وتسلموا لي احلى واجدع اخوات، ربنا يا رب يحفظكم ويبارك فيكم. تعالوا بقى نشوف نطة ميدو. يلا بقى نشوف. بصوا بصوا الحركة دي. يلا بصوا بصوا الحركة دي اهو. بصوا يا جماعة ادي النطة. وتسلموا لي احلى واجدع اخوات في الدنيا بحالها. السلام عليكم حبايبي.